والله العظيم انا من ساعة ما بدأ الماتش، يعني يمكن اول 10 دقايق كده وانا حاسس ان هي مش هتخلص نهاية عادية كده، هي هتخلص بلس 90. والله ان انا الاحساس ده حاسه من بداية الماتش، من قبل ما نجيب جون، ومن قبل ما يجي فينا جون التعادل. يعني حتى لما جه فينا جون التعادل انا حسيت انه اللي انا احساسي اتاكد اكتر ان هي مش هتخلص كده، هي هتخلص ب The Master of Suspense. النهارده انا كنت شايف الاهلي بتاع زمان. من بدايه الماتش انا شايف الاهلي، هو الاهلي، هو الفريق اللي, اللي انا عارفه، اللي هو شفت الهوية بتاعتنا النهاردة اللي هي بتاعت الحماسة، واللعيبة بتجري وبتعافر وبتتنطط وحماس كده، وفاهم الحاجات دي. بقالنا كام ماتش ما شفناهاش. لا، كان قبل كده بالراحة، باصي مش عارف ايه، هجمة نموذجية وبناء من تحت وكرة طولية وحاجات. النهاردة انا شفت شخصية الاهلي، الهوية بتاعتنا اللي كانت مفقودة بقالها كام ماتش. النهاردة انا شفتها من بداية الماتش، علشان كده كنت حاسس ان هي هتخلص بلس 90. ولحد اخر دقيقة انا حاسس ان الاهلي هيجيب جون دلوقتي. وزاد الاحساس اكتر، مش يعني لما جبنا التعادل، لما جابوا فينا التعادل الاحساس زاد اكتر واكتر. زاد امتى بقى؟ لما بدأت اللعيبة اللي هي الكباتن الفرقة واللعيبة القديمة اللي ما كانش بيعتمد عليها بشكل كبير الفترة اللي فاتت بدأت تنزل. يعني أول تغييرتين قفشة سولية، بعد كده شفنا حسين، كان في وسام أبو علي قبل قفشة والسولية، تمام. وبعد كده حسين، وبعد كده في الآخر معلول. فالناس دي هي بتوع التسعينات، وهي بتاعت شخصية الأهلي دي، اللعيبة اللي بقالها كام سنة في الأهلي واللعيبة القديمة في الأهلي، هي بتاعت شخصية اللي هي فيها بلس 90. بس كان توقعي أو إحساسي إن اللي هيجيب البلس 90 ده هو قفشة الصراحة. بس مش مهم مين اللي جاب الجون، المهم إن أنا النهاردة سيبك من إن إحنا كسبنا، إن إحنا كسبنا فوزنا ده خلاص، اللي هو احنا تقريبا ان شاء الله باذن واحد احد الدوري بتاعنا بنسبة 99%، تمام. انا مبسوط اكتر بان النهاردة انا شفت الاهلي، انا النهاردة شفت فريق اللي انا بشجعه والهوية بتاعته. انا شفت الهوية بتاعته النهاردة في الملعب. شفت